هل تعلم من هو المتسبب الرئيسي لما حصل للطفل ياسين في مدرسة الأقباط؟ يؤسفني أن أقول لك أن المتسبب الرئيسي لما حصل للطفل هم أهل الطفل نفسه. عندما قرر الأهل إرسال طفلهم إلى مدرسة قبطية يفترض أنها على غير دينك ولا تؤمن بنبيك ولا تؤمن بقرآنك، بل تقوم بتعليم طفلك عقيدة غير عقيدة الإسلام وغير عقيدة التوحيد، ثم تؤمنهم بعد ذلك على وجود طفلك بينهم. فكيف ذلك؟ والله لما هان علينا ديننا هن على الله. يا أخي ما بني على باطل من الأساس فهو باطل، والأصل إنك ما تبعث طفلك لمثل هذه المدارس أصلا، لأن هذه الجريمة للأسف لم تصدر من شخص واحد حتى نقول أنها جريمة عادية عابرة، بل حصل تواطؤ من كل المدرسة. أولا حصل تواطؤ من المديرة التي هي رأس المدرسة، المفترض أن تكون هي أمان المدرسة وسند المدرسة، والتي من المفترض عند حدوث أي مشكلة اللجوء إلى المديرة، ولكنها تواطأت مع شخصين، مع الدادة ومع المعلمة. هذا بالإضافة للشخص الفاعل نفسه، يعني حصل تآمر على الطفل. رسالتي إلى الآباء والأمهات: اتقوا الله في أطفالكم، والله لا تسألون عن كل شيء تعلموه لأطفالكم، ستحاسبون عن كل شيء تسببتم به لأطفالكم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.